صاحبنا سوبرمان اللي لابس فانيلا حمالات والبوكسر وقارف جيرانه الحريم في الدخله والطلعه، اعمل معاه ايه؟ بص يا ستي، الراجل ده لو عمل ليكي اي تلميحات جنسيه بالقول او اللفظ او الاشاره ليكي او لغيرك، هتصوريه فيديو وبعد كده هتروحي تعملي فيه محضر في المباحث. طب هتعملي محضر ايه بقى؟ هتتهميه في المحضر ده بجريمه تحرش جنسي بقصد الحصول على منفعه جنسيه. طب ايه عقوبة القضية دي؟ عقوبة القضية دي السجن مدة لا تقل عن 5 سنين، بتبقى جناية، والكلام ده كله من غير ما يتحرش بيك، يعني يلمسك او يلمس مناطق العفة عندك، لا، بالقول او اللفظ او الاشارة فقط لا غير. وشارك الفيديو ده على اوسع نطاق واديها له في نص دماغه علشان يتلم. ولكن السؤال هنا بقى، لو المدير بتاعك في الشغل او المدرس بتاعك او كل من له سلطة وظيفية او دراسية عليكي حب يتحرش بيكي بالقول او الفعل او الاشارة، هتكون عقوبته ايه؟ دي استنيها مني بقى في الفيديو الجاي، وما تبخليش على نفسك وعلى البشرية وعلينا، وخليكي من ضمن متابعينا في الصفحة، وادخلي خدي لك لفة في الصفحة هتلاقي حاجات تعجبك واوعدك بده. شكرا.